لو عايزين تاكلوا كنافة نابلسية على الفحم وب30 جنيه بس يبقى لازم تجربوا حلويات أمية في المقطم جنب مطعم روستو. عندهم أنواع كنافة كتير قوي، لوتس ونوتيلا ومكسرات وقشطة وأنواع تانية كتير. ولو أنت بقى بتحب الآيس كريم هتلاقي عندهم أكتر من 15 نوع آيس كريم، كلهم أحلى من بعض. بس الأحلى منهم إنك تجرب الكاسيتا والبوظة العربي، دول لوحدهم منجم سعادة وإدمان. ولو ما تعرفش البوظة العربي فهي بتبقى عبارة عن آيس كريم سوري فستق بالقشطة، ودلوقتي بقوا يعملوا وافل كمان. المهم بقى إن الكنافة النابلسية عندهم حلوة قوي ومخدومة. أنا جربت المكسرات والكرانش لوتس، يا لهوي على جمالها وهي سخنة، أقسم بالله عشق. الكرانش لوتس بقى بيبقى عليها لوتس من فوق وكمان محشية من جواها لوتس. أما بقى الكريمة بالمكسرات دي بيبقى فستق وكاجو وعين جمل ولوز وبندق. وعلى فكرة خامات المكسرات عندهم حلوة قوي، مش بيحط لك أي حاجة وخلاص. الوافل برضو عندهم حلو، عجبتني العجينة بتاعته قوي، بس طبعًا مش هيبقى أحلى من الكنافة. أنا كنت رايح أصلًا عشان أجرّب الكنافة. الكاسيتا بقى أنا وقعت في غرامها، خصوصًا الred velvet. من الآخر المكان ده حلو أوي ولازم تجرّبوه. اعمل save للفيديو وmention صاحبك اللي هيروح معاك، واللي جرّب حلويات أمية قبل كده يكتب لي رأيه في الكومنتات.